جالنا مدير جديد وحاسس إن كل اللي أنا عملته قبل كده مش باين، أعمل إيه؟ بُص، ده سؤال حلو جدًا، وده من أكتر المواقف اللي بتقلّق أي موظف. تبقى بقى لك سنين في المكان، عارف الشغل وعارف الناس وتعبت أكيد وشِلت حاجات كتيرة جدًا، ومديرك القديم كان عارف قيمتك كويس أوي، بس فجأة جالنا واحد جديد بتحس إن كل حياتك بتبدأ من جديد. هو مش عارف أنت عملت إيه قبل كده، هو مش عارف أنت شاطر في إيه، هو مش عارف هيثق فيك والّا لأ. وساعتها تبدأ تسأل نفسك هو أنا لازم أثبت نفسي من أول تاني؟ خليني أقول لك على حاجة مهمة جدا، مع المدير الجديد جزء كبير من صورتك بتتبني من جديد، مش عشان تاريخك ملوش قيمة، لا طبعا تاريخك ليه قيمة كبيرة، بس المشكلة إن المدير الجديد معاش التاريخ ده ولا الأحداث دي معاك. هو شافك من أول موقف معاه، من أول اجتماع، من أول مشكلة، من أول رد فعل، من أول مرة يقول لك قرار جديد ويشوفك أنت هتتصرف إزاي. وهنا بقى الغلطة الكبيرة، ناس كتيرة أوي لما بيجي لها مدير كتير يفضلوا يقولوا إحنا كنا بنعمل كده، والمدير اللي قبل حضرتك كان ماشي بالطريقة دي، والنظام القديم كان أحسن حاجة. للأسف أنت فاكر إن أنت كده بتشرح، لكن ممكن اللي يوصل للمدير الجديد إنك لسه عايش في المرحلة اللي فاتت. سمعتني كويس؟ المدير الجديد غالبا مش جاي يكمل نفس المرحلة، هو جاي علشان يحل مشكلة. يمكن المبيعات واقعة، يمكن مصروفات عالية، يمكن الإدارة أو الشركة عايزة نظام. لو أنت مش فاهم هو جاي يحل إيه، هتفضل تفسر قراراته غلط. وافتكر ده كويس، المدير الجديد في أول شهر مش بيدور على أشطر واحد في التاريخ، هو بيدور في جوه الإدارة على الشخص اللي يطمنه ويساعده في المهمة اللي هو جاي عشانها. طب أنا المفروض أعمل إيه؟ أول حاجة وأهم حاجة اعرف هو جاي يحل إيه. اسمع كويس، راقب كويس، هو مركز على إيه؟ السرعة، النظام، التكلفة، الجودة، خدمة العملاء. لما تعرف هو مركز على إيه هتعرف تتكلم إزاي. اتنين، ما تستناش هو يكتشف قيمتك لوحده، دي غلطة كبيرة. ما تقولش هو المفروض يعرف أنا مين، لا طبعا هو لسه ما يعرفكش. خليه يشوف قيمتك بهدوء، قول مثلا أنا كنت ماسك كذا قبل كده، وأعتقد إن ده ممكن يساعد حضرتك في اللي أنت مركز عليه دلوقتي. كده أنت مش بتعمل استعراض، أنت كده بتربط خبرتك باللي هو عايزه. تلاتة، ما تخشش عليه بمشاكل وبس. أي مدير جديد لازم تبقى أنت فاهم بيبقى عليه ضغط رهيب في الأول، فلو كل مرة تدخل عليه عندنا مشكلة، عندنا أزمة، الدنيا مش نافعة، هيبدأ يشوفك إن أنت مصدر إزعاج، مصدر ضغط. لكن ممكن تقول عندنا مشكلة في كذا وأنا شايف إن إحنا ممكن نبدأ بده، أنت كده بقيت جزء من الحل مش جزء من الدوشة. أربعة، لو سمحت ما تعاندش التغيير من أول شهر، حتى لو مش مقتنع افهم الأول هو بيغير ليه وبعدين ناقش. أي مقاومة بدري بتخليك تبان إنك ضده، ضد قراراته. سامعني؟ وافتكر دايما لو جالك مدير جديد افهم هو جاي يحل إيه وخليه يشوفك إنك جزء من الحل مش جزء من الماضي. فاهمني؟